هلو حبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير وصحة وعافية وربي يحفظكم وين ما تكونون. وراح نكمل وياكم جولتنا بإيران، وبهذا الفيديو راح نروح مزارات، فخليكم ويانا لنهاية الفيديو حتى تزورون وتستمتعون ويانا. راح نروح أول مزار البيت النور، وحسب ما تحدث لنا الشيخ عن المأمون لما استدعى الإمام الرضا عليه السلام وخلاه بهذا المكان هسه اللي راح نروح له، كأنما إقامة جبرية. اشتاقت إلى أخته معصومة عليها السلام، فلحقت به بهذا الركب ووصلت لهذا المكان. تمرضت، وهي طبعا إرادة ربانية من الله سبحانه وتعالى حتى تكون بهذا المكان، مثل السيدة زينب بسوريا وخولة بنت الحسين بلبنان وغيرهم، حتى يكون معلم يذكرون به المؤمنين ويستثابون من عنده ويحصلون كرامات معينة. فكانت معصومة بذاك الوقت فقيهة، وأمها نجمة خريجة مدرسة الإمام الصادق عليه السلام. وطبعا لهنا وصلنا للمزار، والقصة حلوة يعني تمنينا يكملها ونسمع البقية. فوصلنا هنا راح ننزل وراح نزور، فخليكم ويانا حتى تزورون هذا المقام. احنا وصلنا للمزار، هنشوفه. والله حجاجنا يا ابو زيدون زيدون اطلع. هذا المزار شوفوا، هنا الشيخ دا يزورنا وكلفنا وأوجب علينا الزيارة والدعاء قربة طاعة إلى الله تعالى. بسم الله قلبي. هذا المزار واقفين دا يزورون. هسه راح نزور موسى المبرقع. هاي المنطقة شوفوا، وأطفال ونساء موجودين غير هذول. هاي المنطقة وهي على اعتبار مقبرة، يعني هذه كلها مقبرة. بعد مزار شوف المكان كبير صغير. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الإمام السجاد عليه السلام. الإمام السجاد زيد بن علي الإمام السجاد. زيد بن علي إمام السجاد. شلون؟ زيد بن علي إمام السجاد. زيد بن علي الإمام السجاد. الإمام السجاد. اللهم صل على محمد وآل محمد. زيد بن علي زيارة من هنا المدخل مع زيد بن علي إمام السجاد، وهذا من هنا 40 علوية. وهنا 40 علوية. شوفوا هذا المكان. هذا المزار. 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 هذا المز
صل على محمد. هسه راح نروح إلى موسى المبرقع، هو هنا نفس المكان. راح اخذكم تشوفوه. هذا هنا، هذا موسى المبرقع ابن الإمام الجواد عليه السلام. هسه رايحين مسجد جمكران. هسه وصلنا لمسجد جمكران. هذا شوفوا. هسه راح نفطر ونوصل ان شاء الله معهم. خليكم ويانا نهاية الفيديو حتى تستفادوا. مكان نتجمع به يم هذا من النافورة الأولى. وين نصلي هذا باب صلاة المغرب إن شاء الله ونكمل. هذا مسجد جمكران. يم النافورة. ستكون واقفين من النافورة. وين؟ هناك وين؟ شوف بالداخل النافورة. لا حجي. هذا مسجد جمكران. شوفوا بيه أعمار طبعا دا يشتغلون بيه، كبير ما شاء الله، مساحات كلش كبيرة. شوفوا ايش كبره ما شاء الله، بعد شلون مساحته كلش كبير. شوفوا ما شاء الله. هسه احنا مشينا مسافة. شوفوا راح نبقى هنا نصلي صلاة التحية والصلاة الهدية مال مسجد جمكران، وبعدين نصلي المغرب ونطلع. شوفوا هاي الجبال، شوفوا يعني ما شاء الله مساحته كلش واسعة. شوفوا هسه احنا راح نقعد ننتظر قبل صلاة المغرب بنص ساعة حتى نصلي صلاة التحية وصلاة الهدية مسجد جمكران، حتى فد مرة نصلي المغرب وقعدنا هنا فد هوا يخبط طيب. شوفوا هذا البستان مال جمكران. شوفوا هذا هسه لحظة، احنا هسه قاعدين على المصطبة وورانا همه. هسه هم اصوره لكم. تسمعون صوت الهواء؟ الهواء كلش عالي، بس هواء منعش وكأنه عبالك ربيع. الهواء كلش طيب رغم هواء عالي، بس كلش طيب الهواء. تحسون ببرودة، نسمة مع البرودة تجيكم. شوفوا الأشجار شلون تتحرك. هاي احنا قاعدين يعني على المصطبة ومستمتعين بالهواء والمنظر الحلو، عبالك غابة قاعدين بيها. هنا رجعنا من مسجد جمكران، اخذنا تاكسي ورجعنا للفندق. أنا وأبو أحمد. مغازي مال مروق
مر دجاج همو جهاز همو جاتو كوشانيس بالطريق ممكن إن كوشني كوشانابو ممكن بالطريق ممكن شعر فقط صوغات. وهنا طبعا احنا اجرنا تاكسي على اساس نروح للفندق. بعدين قلنا ليش نروح للفندق وبعدين نروح ندور على مكان يعني نشتري دجاج حتى نسوي اكل ناخذ ويانا من نروح المشهد. فابو احمد قال له بالتاكسي هو يندل اكيد هم يندلون، قال له ودينا على مكان يبيعون بيه دجاج، وفعلا ودانا على محلات يعني ما شاء الله شلون دجاج منظف ومقطع، تريد فخاد يعني تريد صدر كل شيء موجود عندهم. يعني الدجاجة مقطعيها مقسميها أقسام، تريد أجنحة تريد فخاد، ورخيص سعره كلش مناسب سعره. فاشترينا دجاج وبالفندق سويناه أكل وأخذناه ويانا بالطريق، لأن تعرفون الطريق يطول يعني من قم إلى مشهد. جا بازار قم مال مردم خرید لوازم کجا؟ مردم قم خرید لبنیات مرغ همه جا تویش خیابونه هست. هست مختلف هست همه جا هست. تقریبا قیمت کیلو مرغ چنده الان؟ تقریبا 170 180 تقريبا. هذا جنس خوب. قيمة گوشت چنده كيلو؟ گوشت خوب 700 ريال. متوسط 500 600 ريال. مور تمام. شما بگیرید شما انتظار من همینجا وای نیستم. شما من گوشام سم وهسه طبعا بعد ما زرنا فاطمة المعصومة عليه السلام توجهنا إلى مشهد. طلعنا الساعة 3 ورا الظهر، وهسه الساعة 6:30. عليكم والله زينين والله خير. في مدينة شرخة رحتك بالزارعين كمان. صرخة هاي تمام. هلا هدية والله بخير. بس احنا لحد الآن لازلنا مدينة صرخة. راح أصور لكم لقطات من أجل على قد ما أقدر حتى يصير فيديو طويل. والله يتقبل ست سوريا. هذا طبعا نفس المدينة بس طلعنا خارجها على الطريق السريع مو من داخل المدينة، وذاك الشارع الداخلي وهذا الشارع الخارجي اللي احنا بدنا نمشي عليه. هاي ولو يعني التصوير لأنه ليل وظلمة مو واضح والإضاءة مو كلش قوية. هذا طبعا طريق الخروج من المدينة صرخة. بس احنا بدنا نطلع هاي أطراف صرخة بدنا نطلع ننزل. هذا الشارع الرئيسي. صار الصبح وأشرقت الشمس. شنو اسمها قدمقاه المنطقة؟ وهنا وصلنا للقدم.
هنا هاي المنطقة شوفوها، شربنا حليب مال يعني مال بقر. هنا اكو ريوقات يبيعون مخلمة وقيمر وحليب. شوفوا هاي صعدة القاع، احنا بدنا نصعد يعني عباك حال الجبل بدنا نصعد. هي فعلا هاي جبل يعني منطقة جبلية ومسويها سكنية. هاي الحديقة بالقدم، فحطنا صعدنا على الدرج عالي. شوف هاي الشجرة معمرة، هاي يقول بطنها فارغة. شوفوا هاي الشجرة. شوفوا هاي، هذا الباب من هنا المدخل للقدم. راح نروح نجيب مي من يم قدم الرضا عليه السلام. شوفوا هاي هنا شبيرة، يعني هي ما شاء الله كلش شبيرة. شوفوا هاي جينا غسلنا هنا، وبعدين هسه راح نروح ناخذ مي من القدم. هاي هنا راح نزور هاي القدم. هذا البير كنا قبل نجي ننزل هنا جوا وناخذ من يم القدم. هسه قافلي حتى لين الزحام كان كل شيء يصير قافلي، وخلوا هنا ماطور يشتغل يسحب منا من البير من هذا المكان. ناس تاخذ مي تتبرك بيه للبركة. وهسه بعد ما زرنا القدم جبنا مي من هناك رجعنا. هسه راح نتوجه ان شاء الله للمشهد، يعني 3 ساعة ونص تقريبا الوقت ونوصل المشهد. شوف الزرع الحلو ما شاء الله. طبعا بالطبيعة يبين أحلى من الكاميرا. كل 100 تومن كل ب 3000 100 ب 3000 104 من 4 ب 3 هذا ب 4 احنا عندنا كيلو ب 20 يعني فرق. لا انا اخذ لا من معصومه اخذ معصومه المعصومه. انا من هناك اخذ كل سوق العراقيين، سوق العراقيين اخذ من هناك. وصلنا مشهد الحمد لله. ليش ساعة هسه والله؟ شو الساعة ليش؟ الساعة هسه 8 و8 دقائق. طلعنا ب3 العصر البارحة. الحمد لله وصلنا بخير وسلامة. هاي مشهد وصلنا، راح نروح للفندق ان شاء الله. واحب اقول لكم الشركة اللي رحنا وياها جيدة جدا ويتعاملون بكل مصداقية، ومو مثل بعض الشركات اللي تستغل المسافرين وما عندهم مصداقية بالتعامل، يقولوا لهم شيء واللي يصير بالواقع شيء ثاني.
والشركة اسمها شركة فخامة طيبة. وإذا أردتوا العنوان كتبوا لي بالتعليقات حتى أكتب لكم العنوان مال المنطقة اللي بها الشركة. هو طبعا مو إعلان، لكن أحب أفيدكم وأقدم لكم خدمة لوجه الله، لأن سمعت هواية عن أساليب بعض الشركات مو كلهم، وما أريدكم تتعرضون المواقف أنتوا في غنى عنها. وقبل ما أنهي الفيديو أحب أقولكم تابعوا فيديوهاتي اللاحقة بعد هذا الفيديو إن شاء الله، راح يتضمن تكملة جولتنا بإيران، من ضمنها زيارة الإمام الرضا عليه السلام وسفرة إلى الحدائق. هسه تشوفون إن شاء الله الفيديو الأخ راح أنزل بسفرتنا لحديقة رحنا. وأتمنى بنهاية الفيديو استمتعتم ويانا، ولا تنسون اللايك إذا أعجبكم الفيديو، والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد أنزله، وشاركوا الفيديو ويا أهلكم وأصدقائكم، وأكون ممنونة منكم. وإلى أن ألتقي وياكم في فيديو آخر، أستودعكم الله وفي أمان الله وحفظه. كملوا ويانا الفيديو، وإلى أن ألتقي وياكم بالفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليك يا سيدي يا مولاي، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الرضا في الولد.